هذا البرنامج برعاية فرينا أكبر مطاحن البلاد. عزيزتي أعزائي، مرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامج اللي عنا ما عند حد بطبيعة الحقيقة. فما جديد بخصوص المجمع الكيميائي التونسي بجابس. البنك الإفريقي للتنمية قرر يعطي 110 مليون دولار لإصلاح أو تهيئة المجمع الكيميائي التونسي بجابس. ولأكثر تفاصيل معنا الكرونيكوز المختصة في حتى شيء سيدة جلاسي. مرحبا سيدة جلاسي، لكن تعطينا شوية تفاصيل معناها على الأخبار الجديدة ذي. دعم تونس في التحديث البيئي لصناعتها الاستراتيجية وتحقيق التوازن بين الأداء الصناعي وحماية البيئة. به واضح. شنو المغري معناها تو في العرض هذايا ولا القرض الجديد نتاع البنك الافريقي للتنميه؟ البنك الافريقي للتنميه متعود انه يتعامل مع الدول الافريقيه فيما يخص قطاعات الانتاجيه والصناعيه، فما تركيز هوني على البيئه، اما جانب مش متعودين نشوفوه من البنوك في بياناتها. هو الحق ماناش متعودين بالنوع الفاخر نتاع الفرينه هذايا معناها اكثر حاجه. وكانهم امنوا بالقضيه اللي موجوده في جيبس ومطالب اهالي جيبس. لحظه ستوب لا ستوب قص يا اخي، مثبتين المسحوق الابيض اللي تستعمل فيه الاخت الفرينه كهو مش حاجه اخرى، خاطر حسيتها زاهيه بزايد شويه. لا، بدنا نروح، بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. A few moments later. باهي، والارواح روح العباد شو عملنا فيها؟ وخلق المعادلة الصعيبة اللي خلناها في لحظة ما مستحيلة بين حماية الأرواح والناس والعباد وحماية المجمع الكيميائي بجيبس. الأموال المرصودة عرفناها قديش، وإن شاء الله في القريب العاجل يقع هو مهمك الرب ان شاء الله يقع وتهزوه وتهزوا رواحكم معاه. الله حي.